ماني يعلن جاهزية النصر لمواجهة الأهلي، وموعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي. والنصر ينطلق في آسيا بثنائية بريسبوليس، والبريكان يدعم قائمة الأهلي قبل الكلاسيكو ضد النصر، ورونالدو يعلق على فوز النصر ضد بريسبوليس وترحيب الجماهير به. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. أكد السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي الجمعة المقبلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري. ساديو ماني النصر جاهز لمواجهة الأهلي. وقال ساديو ماني في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة بريسبوليس الإيراني إن المباراة كانت صعبة على الفريقين في الشوط الأول. وشدد ساديو ماني على أنه الفريق جاهز لمواجهة الأهلي واللاعبين سوف يقدمون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز. وكان نادي النصر السعودي تغلب على بريسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة أمس سجلها عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا. ويتواجد نادي النصر السعودي في المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا بجوار الدحيل القطري وبريسبوليس الإيراني واستقلال الطاجيكي. ويحتل نادي النصر السعودي المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما الأهلي ثالثا برصيد 15 نقطة. وموعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي. تغلب نادي النصر السعودي على مضيفه بريسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا. النصر يواجه الهلال الجمعة المقبلة في الدوري، وسيواجه نادي النصر نظيره الأهلي الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأول بار. وكان نادي النصر فاز على الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما الأهلي تجاوز عقبة التعاون بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما النصر سادسا برصيد 12 نقطة. يشار إلى أن نادي النصر السعودي يتواجد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا بجوار بريسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجيكي. والنصر ينطلق في آسيا بثنائية بريسبوليس. تفوق نادي النصر السعودي على مضيفه بريسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة، والنصر يقهر بريسبوليس الإيراني بثنائية. وأهدر عبد الرحمن غريب جناح نادي النصر السعودي فرصة تسجيل الهدف الأول بعد عرضية مميزة من السنغالي ساديو ماني بالدقيقة 27. وتحكم نادي النصر السعودي على مجريات الشوط الأول بنسبة 63%، وصنع 3 فرص من أجل التسجيل دون الاستفادة من ذلك. ونجح عبد الرحمن غريب في تسجيل الهدف الأول لنادي النصر السعودي بالدقيقة 62 من زمن اللقاء عقب تمرير رائعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. واستغل نادي النصر السعودي في الشوط الثاني النقص العددي بين صفوف بريسبوليس الإيراني عقب طرد ميلاد في الدقيقة 52 بالتقدم بهدف عن طريق عبد الرحمن غريب. وأحرز محمد قاسم الهدف الثاني لنادي النصر السعودي من تسديدة قوية بدقيقة 72 بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب. وبهذا الانتصار يتصدر نادي النصر السعودي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد تعادل الدحيل القطري سلبا اليوم مع استقلال الطاجيكي. ويتواجد نادي النصر السعودي في المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا بجوار بريسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري. وكانت بعثة نادي النصر السعودي وصلت ظهر الأمس الاثنين إلى طهران من أجل ملاقاة بريسبوليس الإيراني. والبريكان يدعم قائمة الأهلي قبل كلاسيكو ضد الهلال. شارك الفراس البريكان مهاجم النادي الأهلي السعودي الجديد لأول مرة مساء أمس في ميران الفريق قبل مواجهة النصر الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري. فراس البريكان يشارك في ميران الأهلي قبل مواجهة النصر. وكان فراس البريكان انضم لصفوف النادي الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة قادما من الفتح بصفقة قدرت بحوالي 50 مليون ريال سعودي. وركز الألماني ماتياس مدرب النادي الأهلي السعودي على الجوانب الفنية والبدنية خلال ميران الفريق مساء أمس استعدادا لمواجهة النصر. ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما النصر سادسا برصيد 12 نقطة بعد مرور 6 جولات. وكان النادي الأهلي فاز على التعاون بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. ورونالدو يعلق على فوز النصر ضد بريسبوليس وترحيب الجماهير به. وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي رسالة خاصة للجماهير بعد الفوز على بريسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة. اقتنص فريق النصر فوزا ثمينا على حساب بريسبوليس بهدفين دون مقابل، وذلك اليوم أمس الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات
المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. رونالدو يعلق على استقبال الجماهير. كتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي: من الرائع تحقيق الفوز اليوم، شكر خاص جدا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدا بالنسبة لنا. هذا الترحيب الحار جاء بشكل لا يصدق. وتفاجأ كريستيانو رونالدو باستقبال غير مسبوق من جانب الجماهير الإيرانية منذ وصول بعثة فريق النصر إلى مطار طهران وحتى انتقالها إلى فندق الإقامة. وتمكن النصر في الفوز على بريسبوليس في عقر داره بثنائية رائعة سجلها عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم خلال الشوط الثاني للمباراة. وتأكد غياب نجم الأهلي عن كلاسيكو النصر. يفقد فريق الأهلي الأول لكرة القدم جهود أحد لاعبيه بشكل مؤكد أمام النصر في المباراة كلاسيكو الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي والمقرر لها مساء الجمعة. غياب عبد الله العمار عن كلاسيكو الأهلي والنصر. تقام مباراة الأهلي ضد النصر على ملعب الأول بارك في الرياض عند تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية ومصر والعاشرة بتوقيت الإمارات. وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطاول فرص مشاركة عبد الله العمار ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم في مواجهة الكلاسيكو ضد النصر بعد غد. وأوضحت الصحيفة السعودية أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها عبد الله العمار الذي يبلغ من العمر 29 عاما قد أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ما يعني غيابه عن أداء التدريبات لمدة 14 يوما. وتعرض العمار للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام التعاون في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي دون أن يحتك معه أي لاعب، واضطر المدرب لاستبدال اللاعب على إثر ذلك. ويذكر أن الظهير الأيسر عبد الله العمار قد انضم لصفوف الأهلي قبل إغلاق ميركاتو الصيف قادما من ضمك في صفقة انتقال نهائي. وكشف نادي الاتحاد السعودي عن سبب غياب الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم عن التدريبات الجماعية ليلة الأمس الثلاثاء. الاتحاد: بنزيما يعاني من انفلونزا وعبد الله لديه إصابة بالكتف. نشر النادي الاتحاد بيانا رسميا جاء فيه أن كريم بنزيما لم يشارك في التدريبات الجماعية بسبب الانفلونزا. وأشار النادي الغربي إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق قد أثبتت تعرضه لإصابة في الكتف، وسيتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب. وغياب بنزيما عن مواجهة الاتحاد وأجمع في البطولة الآسيوية بينما شارك حمد الله أساسيا وتعرض خلالها للإصابة في الكتف. وتغلب الاتحاد على ضيفه أجمك الأوزوبكي بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث تقدم هارون كامارا وسجل رومارينيو هدفين. ومن المنتظر أن يلاقي الاتحاد نظيره الفتح يوم غد الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.